نزلت فيديو امبارح اول امبارح عن السوداني اللي ضرب طفل مصري، وناس داخله بقى في التعليقات: انت ما وراكش غير السودانيين، ما وراكش محتوى مش عارف ايه. يا جماعه انا بحكي موقف حصل من واحد سوداني مع طفل مصري، الموقف اللي خلاني بحكيه دي حاجه. تاني حاجه، انا بقول لك معايا ناس سودانيين في الجامع غلطوا الراجل، يعني الناس اخواتنا السودانيين غلطوا الراجل، دي حاجه. تاني حاجه، وانا كل ما اجي اتكلم على حد واحد يقول لي انت ما وراكش محتوى، انت ما وراكش. ايوه يا عم، وريش غير السودانيين؟ ما هو انت قاعد معايا في بلدي يا عم الحاج، ما هو انت قاعد معايا في عمارتي، قاعد معايا في شارعي، قاعد في المحل اللي جنبي، عيالك بيلعبوا في الشارع مع عيالهم، وفي مشاكل، احنا بنحكي على السلبيات وبنقول الايجابيات بأدب واحترام من غير اي شيء، ولا بنغلط فيك ولا بنغلط في حد وكمان انت متضايق قوي لما بتكلم على واحد سوداني واقول ده عمل وده سوى. هو انتوا السودانيين يا جدعان انتوا ملاك؟ انتوا ملاك يعني؟ انتوا ملايكه نازلين باجنحه؟ يا عم انتوا لو ملايكه انتوا بتحاربوا بعض ليه وبتموتوا بعض ليه في السودان؟ هو انا بحكي حاجه غلط؟ يعني انا بحكي موقف، بقول لك واحد عمل كذا كله داخل يهاجم. هم السودانيين ملايكه على راسهم ريشه؟ هتقول لي انت ما وراكش غير السودانيين؟ ما هم اللي معانا، هم اللي كتار، هم اللي في ايدينا، هم اللي في حياتنا، هم اللي في دنيتنا. السلوكيات احنا بنتكلم على سلوكيات سلبيه عشان ما حدش يعملها، وبنتكلم على حاجه عشان نتعايش ونتاقلم مع بعض. فين الغلط في الفيديو؟ يعني انا عامل فيديو، فين الغلط؟ فين الغلط اللي بغلطه فيك؟ يعني انت كسوداني، واحد تاني داخل يقول لي، واللي داخل يشتم، ما هو اللي بيشتم ده انا مش هرد عليه طبعا خالص، والله ما هرد عليه ولا يحرك لي شعره ولا الهوا. خلي بالك، ده بني ادم تعبان. اه والله تعبان. اصل انت ماسك التليفون اشتم براحتك، اصل انت مش قدامي. انت لو قدامي دكر تعالى، ما فيش اي مشكله، ووريك هتشتم ازاي. ايه كل واحد ما وراكش غير السودانيين، ما وراكش؟ ايوه انتوا مشاكل يا عم السودانيين، مشاكل بيعملوها معانا. بنقول يا جماعه عاوزين نتجنب المشاكل عشان نعرف نعيش مع بعض. انتوا جايين فتره ترجعوا بلدكم ان شاء الله، وربنا يسهل وترجعوا. انتوا بتحاربوا بعض وتموتوا بعض في السودان. جت على كلمتي انا اللي وقفت في زورك يا اخويا؟ كلمتي انا اللي واقفه في الزور؟ كلمتي انا بقول لك واحد سوداني ضرب عيل مصري؟ والنبي مش معقوله السوداني يضرب. لا، السوداني ما بيموت السوداني في السودان، لا حول الله يا رب. امال انتوا هاربين ليه من بلدكم لما انتوا ملايكه؟ انتوا جايين ليه من السودان بدل انتوا ملايكه؟ انتوا ملايكه جايين ليه؟ كل حاجه فيها مشاكل يا جماعه. احنا بنقول بنتكلم بادب واحترام، انت بتنتقدني وانا بنتقدك في الاحترام، في حدود الاحترام. ما غلطتش فيك، ما شتمتكش. يقول لك انت ما راكش غير السودان. يا باشا، ما هم اللي معايا في بيتي، ما هم اللي معايا في شارعي، ما هم اللي معايا في محلي. لا اله الا الله. هو الاسانسير ده لما انا انزل من العاشر على الارضي ما هو معايا، ما هو اللي معطله بسبب الناس اللي عماله تجيله. الاعطال ما جاتش غير من ساعه ما السودانيين سكنوا في العماره. مش عاوزني اتكلم، مش عاوزني اقول حرام، مش عاوزني اقول لك يا جماعه بلاش السلبيات. هو انتوا ملايكه يا جدعان؟ كل واحد يتكلم انت ايه، انت محتواك ايه؟ يا عم محتوى ايه ونيله ايه؟ وانت شايفني عمرو اديب يا خي عامل محتوى ولا منين؟ انا بتكلم في حاجه سلبيه بقولها. ليه لقيت حاجه ايجابيه؟ طب ما انا عامل فيديو اسمه الدقن مش كل حاجه، بتكلم فيه على المصريين وبيزعقوا للاطفال في الجامع، وانا انت بتشوف اللي على مزاجك بس. اما انت بتزعل من الكلام ايه؟ بس السودانيين ايه يعني؟ عاوز افهم، هم مش بشر؟ ما بيغلطوش؟ ما وراكش غير ايوه انتوا الجاليه الكبيره في مصر. اليمنيين ولا السوريين مش معايا، مش عايش في عمارتي سوري، انا معيش سوري، معيش يمني. اللي معايا 6 شقق سودانيين. واحد تاني يخش يقول لك ما تتكلمش عشان خاطر ما تجيش علي على شقتك واخدها. يا حلاوه امك، انا قاعد في شقه تمليك يا اخويا عشان تهبط. يا حلاوه امك، ها؟ يا حلاوه امك، يا حلاوه امك. عارف حلاوه امك؟ شوفها. ايه ده؟ كل ما واحد يتكلم يخش يتكلمه. يا عم بنتكلم بادب واحترام، خش اتكلم بادب واحترام. هتتكلم بقله ادب وقله احترام هتاخد بحاجه تاني. في ناس حبايبي السودانيين بنتكلم بنقول يا جماعه ده غلط وده صح. من راجل بقول لك السودانيين قاموا زعقوا له، قالوا له يا عم ما ينفعش تضرب طفل، واحنا قلنا له ما ينفعش، وممكن كنا نعمل معاه السليمه بس احنا ما ينفعش. بنتكلم احنا بنقول مسلمين نتعايش مع بعضينا، نبقى كويسين مع بعض. ازاي انت راجل تضرب طفل صغير؟ يعني ازاي وجوه جامع ربنا؟ بنقول حاجه سلبيه حصلت وبيقول لك في معانا سودانيين
غلطوا الراجل، الناس تقول لي انت كذاب وانت بتالف، وحياه ابني اللي ورايا ده وحياه ابني الموقف حصل جنبي وانا بصلي، وانا هكدب عليك ليه يا عم؟ انت بتوكلني بتشربني؟ ما تهدوا كده وصلوا على النبي. انت مش عايز حد ينتقدك ليه يا سيدنا يوسف؟ مش عايز حد ينتقدكم؟ هو انت لو انتوا ملايكه كده يعني بتحاربوا بعض ليه وسايب بلدك ليه؟ خلاص ما ترجع المدينه الفاضله يا عم الحاج. المدينه الفاضله بتاعتك ارجعها السودان، جاي ليه هنا؟ بدل انتوا كده ملايكه مع بعض، هو انتوا متحملين بعض؟ ليه؟ هو انا كنت سبب حرب السودان عندكم؟ وما كنتش انا سببها؟ ولا سبب اللي بقى الحفلات والرقص انا سببها؟ ولا الشباب عماله ترقص وسايبه البلد بتولع انا سببها؟ ما تصلوا على النبي كده في قلبكم بقى، وكل واحد يبص في المرايه ويعرف عيبه ايه. انت اما تعرف عيبك هتستريح، لكن انتوا ضاربين الكشاف في وش الناس، والسودانيين دول فوق الناس. لا مش فوق الناس، احنا المصريين هنا والحمد لله معروفين محترمين وشعب محترم ومتعايش مع اي شعب، ما بنغلطش في حد. انا بقول لك مواقف حصلت يا جماعه نتجنب السلبيات، غير كده ما بقولش، ولا غلطت ولا شتمت ولا اي شيء. صباح الفل على الناس المحترمه، اللي مش محترمه ما فيش صباح الفل.